تعالوا نتكلم بقى في الجزء ده عن التست اوبجكتيفز. ايه التست اوبجكتيفز؟ التست اوبجكتيفز، الاوبجكتيفز دي هي الحاجه اللي انا بعمل لها تيست من الاخر يعني. الجزء ده تحديدا انا مش عايز ابداه من فوق لتحت، انا هبداه من تحت لفوق كده. تمام. لان هو المفروض يبقى كده الصراحه يعني. التست اوبجكتيفز دي ما هيش حاجه ثابته هي حاجة متغيرة، والكلام ده مش مذكور فوق، هو بادئ بيهم ترتيبهم كده، وبعد كده قايل لك في الاخر هي حاجة مش ثابتة، حاجة متغيرة. فاحنا نبدأ ونقول ان دي التيست اوبجكتيفز اللي احنا هنتكلم عنها دي حاجة مش ثابتة. objectives of testing كان vary دي معناها متغيرة. تمام. depending upon ده اول حاجة، ده context، ممكن على حسب السياق، حسب البرودكت اللي انا شغال عليه، حسب التست ليفل اللي انا شغال عليه برضو، ولسه جايين هنيجي نتكلم عن التست ليفلز بعدين، حسب الريسكس، حسب الاس دي ال سي اللي هي سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، ودي برضو هنتكلم عنها، وفي منها كذا نوع، ووتر فول وفي موديل، وفي كذا كذا نوع يعني. تمام. فالتست اوبجكت او التست اوبجكتيفز متغيره حسب العوامل دي كلها. تمام. وبقول لك برضو متغيره حسب فاكتورز او عوامل related to the business context. تمام. حاجه ليها علاقه بسياق البيزنس نفسه، الكوربريت اللي انا شغال فيها، الشركه مثلا او المكان اللي انا شغال فيه، الستراكشر بتاعه بيتبع منظومه عامله ازاي. يعني ممكن يشيل حاجه من دول، ممكن يضيف حاجه، فاهمني، ممكن يعملهم كلهم، ممكن يعملهم بترتيب مختلف. فالحاجات دي التست اوبجكتيفز دي يا جماعه مش ثابته، متغيره according to الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي كلها. تمام. according to برضو الكومبيتيتيف كونسيدريشن، المنافسه، والتايم تو ماركت، امتى هطلع بالبرودكت بتاعي للماركت. تمام. طب ايه هي بقى التست اوبجكتيفز؟ كده انا مرتاح نفسيا ان انا بدات من تحت لفوق. اول حاجه evaluating work product. قلنا احنا الورك برودكت ده هو الحاجة اللي أنا هستخدمها، أو الدوكيمنت اللي أنا هستخدمها علشان أعمل علشان أعمل إيه؟ الفاينل برودكت بتاعي. خليني أوضحها أكتر. في كلمة هنا اسمها evaluate work products. ايه الورك برودكتس؟ هي دي اللي انا عايز اوضح لك معناها اكتر. الورك برودكتس هي اي دوكيمنت في الدنيا انا هستخدمها عشان اوصل للفاينل سوفت وير بتاعي، الفاينل برودكت بتاعي، سواء كانت بقى requirements، سواء كانت يوزر ستوري، سواء كان ديزاين، سواء كان كود. انا هدفي من الاول اوبجكتيف ده ان انا اقيم الحاجات دي بقى، requirement اشوفها مظبوطه ولا لا، اليوزر ستوري، الديزاين، الكود، اراجع القصص دي كلها واشوفها مظبطه وتمام التمام ولا لا. ده اول اوبجكتيف. تمام. تاني حاجه تريجر فيلير اند فايند ديفكتس. الفيلير والديفكتس دول حاجتين مختلفين عن بعض. ان انا الاقي الفيلير ده كارثه. الفيلير ده يعني معناه ان البروجكت بتاعي او البرودكت بتاعي وقع. تمام. انما الديفكت ده مشكله موجوده، لكن ممكن ما يعني بنسبه كبيره مش هتؤدي لوقوع البروجكت او فشل البروجكت اللي انا شغال عليه او البرودكت اللي انا شغال عليه. تمام. يبقى ده تاني اوبجكتيف. تمام. التالت حاجه ensure require coverage of تيست ايه اوف تيست اوبجكت. انا عايز اتاكد ان انا عملت كفرج كامل. تمام. للتيست اوبجكت. احنا قلنا التيست اوبجكت هو الحاجه اللي انا بعمل لها تيست. حلو. فانا عايز اتاكد ان الحاجه اللي انا بعمل لها تيست غطيتها بشكل كامل، سواء كانت الحاجه اللي بعمل لها تيست هي مثلا كود، سواء كان الحاجه بعمل لها تيست هي مثلا ديزاين، سواء الحاجه اللي بعملها تيست هي ريكوايرمنت معينه. فاهمني. فانا عايز اتاكد ان انا عملت كفرج كامل للتيست اوبجكت بتاعي. تالت حاجه ان انا reduce level of risk of inadequate software quality. بص بقى، inadequate software quality دي معناها انا عايز اتاكد ان انا قللت خطوره ان السوفت وير بتاعي يكون غير كافي، ان الكواليتي بتاعته تكون غير كافيه. يعني من الاخر كده مش عايز اوصل لريسك ان الكواليتي بتاعتي تكون ضعيفه. تمام. فانا بريديوس ليفل اوف ريسك ان انا اطلع سوفت وير غير كفء او غير كافي، الكواليتي بتاعته غير كفء او غير كافيه. تمام كده. verifying whether specified requirements have been fulfilled. ايوه، يعني انا مثلا لو العميل عايز requirement معينه، يعني فرضا يعني انا عايز مثلا
زي ما قلتها قبل كده في اللايف للشباب. انا مثلا طالب من شركه ان هي تصنع لي عربيه، حلو. فانا عايز العربيه دي لما توصل لسرعه لما توصل لسرعه مثلا 100، تطلع لي صوت وتقول لي ايه؟ ان انت وصلت ماكسيمم سبيد، وتقولها 3 مرات. فده سبيسيفيك ريكويرمنت، فانا لازم اتاكد، اعمل فيريفيكيشن. دي حاجه مكتوبه على الورق، زي ما قلنا في فرق بين فيريفيكيشن وفاليديشن. ده فيريفاي اهو، ان العميل طالبه ان هو عند السرعه الفلانيه للعربيه دي يطلع لي صوت 3 مرات، ماكسيمم سبيد ماكسيمم سبيد ماكسيمم سبيد. تمام، يبقى انا verify whether specific requirements have been fulfilled، ان هي اتحققت 100%. تمام. طيب، بعد كده بيقول لك verify that test object comply with ال contractual وال legal وال regulatory requirements. يعني انا عايز اتاكد، اعمل verification برضو ان التست اوبجكت، الحاجه اللي انا بعمل لها تيست دي complies، ماشي، متوافقه مع العقد. العقد اللي انا ماضيه مع الراجل اللي جاي يقول لي نفذ لي كذا وكذا وكذا، ويكون ليجل، يعني يكون متوافق مع القوانين. زي مثلا مثلا الحكومه في مصر هنا بتفرض ضريبه، يبقى قيمه الضريبه المضافه تبقى مضمونه داخل السوفت وير ده، او تبقى ظاهره في مكان معين. لو هو مثلا حاجه للبيع والشراء يبقى هو ليجل. تمام، يبقى لازم اتاكد من الحاجات دي. ده برضو تيست، ايه، تيست من ضمن التيست objectives. providing information to stakeholder to allow them to make ايه informative decisions. مين الستيك هولدرز؟ زي ما قلنا اصحاب المنفعه. انا كراجل تيستر، انا اللي براقب الكواليتي، وانا اللي اقدر اقول والله ده الكواليتي دلوقتي بقت كويسه، او اقول ان احنا لسه في مشاكل ولسه شغالين عليها. تمام، فمن خلالي انا اقدر ادي للستيك هولدرز دولت، يا جماعه تقدروا دلوقتي تطلعوا لانش مثلا، تطلعوا برودكشن، او ما تقدروش. فاهمني؟ لان كده هساعدهم في هم يتخذوا القرار. building confidence in the quality of the test object، يعني دي قريبه من دي. عشان انا لما انا ببني ثقه في الكواليتي بتاعه التست اوبجكت، الحاجه اللي انا بعمل لها تيست، ده معناه ان انا بدي للجماعه دولت اذن، او بديهم تصريح، او بقول لهم يا جماعه احنا عندنا تقدروا تاخدوا قرار، وتقدروا تاخدوا يعني ايه، خدوا معلومه اهي، خدوا بقى اللي انتوا عايزينه، وقولوا اللي انتوا عايزينه، واطلعوا بالبرودكت، وتمام التمام. فانا بدي كونفيدنس في الايه، في الورك برودكت، او في السوفت وير اللي انا شغال عليه. Validate whether the test object is complete and works as expected by stakeholders. يعني برضو هنا انا زي ما عملت verification، بعمل هنا validation زي ما قلنا برضو قبل كده، ان بعمل validate بقى ان التست اوبجكت اللي انا شغال عليه دوت خلاص، هو خلاص تمام شغال زي ما هو expected، زي ما متوقع من الناس اللي هم الستيك هولدرز او اصحاب المنفعه. عايز اقول حاجه، دول سهلين مش صعبين. الجزء اللي فات ده كله، يعني هي كلها حاجات سهله تتفهم، مفيهاش مشكله. الجزء اللي فات ده كله كده كان كي 1، يعني لحد، يعني بص كده من 1.1 ده، من اول هنا كده لحد تحت كده، لحد الحته اللي احنا وقفنا عندها لحد هنا كده، ده كده كي 1. الجزء اللي جاي بقى اللي هو تيستنج اند ديباجنج، ده هيبقى كي 2. يعني اللي فوق ده ريمبر، واللي تحت ده هيبقى اللي فوق ده ريمبر، وده تقريبا هيبقى اندرستاند. تمام، فحته انك تبقى عارف تصنيف الحاجه ايه، ده هيفرق معاك جدا وانت بتذاكر. تمام، يعني هنا اهوت ده هيجي عليه سؤال ريمبر مثلا، ده كي 1 اهو identify typical test objectives، وكي 2 اللي هي different بين الايه الديباجنج والحاجات دي اللي احنا لسه هنشرحها الفيديو اللي جاي. ده اللي انا كنت بتكلم فيه، ان كل حته بتفرق معاك فهمها، وهي كي 1 ولا كي 2 ولا كي 3 ولا ايه بالظبط، بيفرق معاك وانت بتذاكر. يعني اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله في التستنج اند ديباجنج.